الشاب جلال اللي قدامكم هيتعمل له العمليه وكمان جات له وظيفه، واللي ما يعرفش القصه، شاب اسمه جلال عنده 18 سنه من كفر الشيخ، لكن ظروف الحياه خلته يسيب التعليم وينزل يشتغل عشان يساعد اهله. اشتغل كل حاجه، حلاق، نجار، استرجي، ودلوقتي نقاش. جلال قرر يعيش ب 10 جنيه بس في اليوم. ايوه 10 جنيه، مش علشان يوفر لنفسه رفاهيه، لكن علشان يعمل عمليه في عينه وكمان يساعد اهله. القصه بدات لما كان شغال نجار وحصلت اصابه خطيره في عينه، دخل بعدها في سلسله عمليات ولسه قدامه عمليه اخيره تكلفتها 150 الف جنيه، ورغم كده لسه شايل مسؤوليه بيت كامل. بيساعد والده، بيحاول يجهز اخواته البنات، وكمان بيسدد قسط موبايل اتسرق منه. الفيديو اللي انتشر ليه كان بسيط جدا، معمول بهزار مع صاحبه، لكن صدقه سبحان الله وصل لكل الناس وخطف القلوب. وهنا يظهر الخير الحقيقي. الدكتور ايهاب وهبه استاذ طب العيون قرر يتبنى حالة جلال ويتكفل علاجه، وكمان عصام العرجاني هيوظفه وظيفة دائمة، وإن شاء الله العملية هتتعمل الولد. قصة جلال مش بس قصة تعب، ده قصة أمل وقصة بلد لسه فيها خير. ربنا يشفيه ويكرم كل حد وقف جنبه ويبارك في كل إنسان بيعمل خير. جلال طلع وشكر كل الناس اللي وقفت جنبه وساعدوه، وهيجي له تليفون جديد كمان.